سلوى 11 سنة، تعثر في مسار دراسي في بدايته، إصابة على مستوى العين ترديها طريحة الفراش، والسبب ألعاب نارية قذفت من مجهول لتصيبها بفقدان قرنية العين. استراحة وما عرفش كل لاحقا بالواحد المرة الأولى على واحد البنت في رجليها، والمرة الثانية أنا جاتني في عينيا، لأن العين ديالها تقريبا تجرحت لها في المومو العين ودارت جلالة ودارت الدم في وسط العين ديالها. دونك شي حاجة اللي هي قبيحة بزاف للعين. من حسن الحظ ديالها أن والديها جابوها في أقرب وقت المصحة وقمنا بالعلاج ديالها. شدها غسل لها عينها وصيفطها قال لها سيري مع البنات سيري لداركم، راه غير الخلعه اللي فيك، وهي العين راها مشات ليها وهو تيقول لها الخلعه اللي فيك. توجهنا صوب المؤسسة التعليمية حيث تتابع سلوى دراستها، غير أن إدارة المؤسسة امتنعت عن التصريح، تصريح سقناه فقط من التلاميذ الذين عاينوا الحادثة. داك الشيء تفرقعت لها على عينيها صافي ومشات طلعت الحراسة. كنا كنلعبوا مع بعضياتنا وتلقينا تلحت هذيك الكراناده وهي تفرقع الدريه على عينيها وخرج لها الدم. سلوى هي فقط ضحية من ضحايا ألعاب عاشوراء، ألعاب غالبا ما تحول الفرح إلى قرح.